بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. ندخل بيوتكم من خلال قناة القرآن الكريم الخامسة للنظر في قضاياكم الاجتماعية ومشكلاتكم الأسرية وخصوماتكم. أيضا موجود معنا دائما فضيلة الدكتور سعيد بويزري الذي يحاول إصلاح ذات البين استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والسيرة العطرة. دائما البرنامج سيكون على مدار ساعة كاملة من المباشر بادئ بدء. نرحب بكل من يتصل بنا من داخل وخارج الوطن ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية وكل من يراسلنا عن طريق البريد الإلكتروني. نشكركم جزيل الشكر. إذن بالنسبة لهذه الحلقة دائما يضع البرنامج تحت تصرفكم أرقام هاتفية تشاهدونها في أسفل الشاشة بين الحين والآخر، لا بأس أن نذكر بها، وهي 021 37 42 87 021 37 45 64 واستعمال 00213 كل من يتصل بنا من ديار الغربة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بفضيلة الدكتور سعيد بويزري الرجل المصلح المتواجد معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. دكتور، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. مرحبا بك أخت نجاة. إذن دكتور، أنت دائما تحمل قضايا بين أيديك، هموم الناس، مشكلتهم، كيف تفعل هذا دائما في سائر الأيام دكتور؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا سوان داخل تمورس بران تمورس إن شاء الله هنيفك ربي السرد اللي سار هنيفك ربي لهنا تسلويث. أسأل الله عز وجل السعادة للجميع، ونسأل الله عز وجل أن تتحول السعادة إلى عادة. فالمشكلات كثيرة، ولكن نسأل الله أن يوفقنا جميعا لإصلاح ذات البين. فربنا سبحانه جل جلاله يدعم كل من يساهم في إصلاح ذات البين، والصلح خير. نتعاون جميعا، ودائما نكرر النجاح والصلاح صناعة جماعية. بارك الله فيك دكتور. لا بأس أن نذكر دكتور بأنه في الحلقة الماضية قد دهمنا الوقت ولم نستطع الإجابة عن بعض الذين سألوا بالنسبة للقضية التي تتعلق بالعجوزة والكنة، وكنا قد توقفنا عند البريد الإلكتروني الذي وصلنا من أم خديجة من تلمسان التي تقول أنها تعاني الكثير من المشاكل الخطيرة مع حماتها، يعني عجوزتها، من التجريح بالكلام لها ولعائلتها. حتى الأب تاع السيدة أم خديجة يعني ما سلمش من هذه العجوز. نطلب ربي إن شاء الله يهديها. تحرض زوجي ضدي منذ الشهر الأول من زواجنا، أرادت كل مرة تطليقي، السب والشتم، هذا الكلام الذي أستمع إليه نهارا مساء. تقول سجلتها بالهاتف النقال كي يكون دليل قاطع حتى يسمع الجميع، لكن لا جدوى. أشكو من ارتفاع الضغط لكثرة المشاكل التي أعيشها مع هذه العجوزة، يعني عجوزة السيدة أم خديجة من تلمسان. كنت حامل وفقدت ابنتي جراء ارتفاع الضغط. أكبر مشكلة عانيت منها مع حماتي، وتقول هذا هو لب الموضوع، هو السحر والشعوذة. وجدت كم من مرة ملابس مرشوشة برش، وقمت برقية وأكد الراقي أنني مسحورة، لكن زوجي لم يستطع أن يفعل شيء. في 14 نوفمبر 2012 تقول رفع عليها الزوج قضية التطليق مع الحضانة. بعد التطليق وليدها في عمره 6 شهور ما نفقش عليه طليق، حاول حتى جاوله مرة باش يزوره. تقول دكتور ساعدوني، كيف أجد حل لهذه المعضلة؟ تفضل دكتور. لك الفضل. حقيقة الأخت أم خديجة التي أرسلت أيضا يعني بريدا آخر البارحة. نعم. البارحة. نعم. من أجل تلخيص يعني مأساتها، هي فعلا مأساة كما سمتها. نعم. نجيبها وبالله التوفيق. أولا الأخت نجاة في الحقيقة
هي قالت أيضا أنه في شرط، يعني شرط الزواج إكمال الدراسة نتاعها، ولكن لنيل شهادة الدكتوراه. نعم. ولكن هناك مخالفة لهذا الشرط. نعم. فأعلق على هذا الأمر نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. لا يجوز شرعا باش يعني عائلة الزوج تمنع العروسة من إكمال الدراسة نتاعها. هذا أساسا، خاصة إذا كان شرطا مسبقا، فهذا أمر مما لا يقبله شرع ولا طبع سليم. ثم ذكرت كل هذه القضايا التي حصلت لها، ونقدم لها بعض التوجيهات. نعم. لها وكذلك لحماتها، وقد وعدناها بذلك. نعم. دكتور. نعم. نتكلموا عن السحر والشعوذة. في الحقيقة إخواني أخواتي، ما كاينش حاجة يدمر البيوت ويقطع العلاقات ويفسد الأواصر كما التواصل مع السحر والشعوذة. السحر أولا هو حرام في شرع الله عز وجل، ويعتبر طبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من الذنوب الكبيرة. كل وين يدخل السحور يا لطيف هذيك الدار بقى على خير، ما تبقى لا أسرة ولا علاقات ولا شيء. والنتيجة راهي قدامنا للأسف الشديد. وكذلك بالنسبة للشعوذة، هي أيضا لون من ألوان الباطل الذي يمارس عند الناس. لا يعلم الغيب إلا الله. لذلك ننبه العجائز وننبه الناس جميعا، نقول احذروا 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 من التعامل مع المشعوذين أو مع السحرة. هؤلاء يدمرون العقيدة ويدمرون الأخلاق ويقطعون العلاقات ويدمرون البيوت، وللأسف الشديد حصل ما حصل. الأمر الآخر أنه وصل إلى غاية الطلاق، يعني المرأة طلقت الآن. طلقت يعني انتهى. وأكثر من ذلك هذا التجريح وهذا الكلام الفاسد إلى آخره. يا سبحان الله، ربي سبحانه قال في القرآن الكريم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. حتى إذا كان الطلاق هو آخر الحلول قد يكون هو الحل، قد يكون هو الحل. ولكن إذا اضطر الإنسان باش يوصل للطلاق لازم يكون كما قال ربي سبحانه بإحسان، موش بالعيب، موش بمثل هذه الأفعال السيئة اللي يقبلها ما يقبلها لا ربي سبحانه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، وتخدش الحياة وتجرح القلوب وتخلي هذا الجرح عميق جدا في الحياة. نعم. لذلك نسأل الله العفو والعافية. أكثر من ذلك أنه بعد ذلك كله لم يسأل أنه هذا الزوج نسي ابنه، لا يسأل عنه ولا ينفق عليه. نقول هذه جريمة أخرى، هذه جريمة أخرى. ذكرنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هذا الزوج هو مسؤول أمام الله ومسؤول أمام المجتمع باش ينفق على وليده. النفقة واجبة عليه. ويتصور بعد 20 سنة من الآن يكبر هذا الولد ثم يواجه هذا الأب يقول: يا بابا لماذا طلقت والدتي ظلما وعدوانا؟ ولماذا ضيعتني صغيرا؟ يجب على هذا الزوج وأمثاله أن يحضروا للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ثم الأخت تقول يعني في الأخير الكذب سوف يظهر. نقول لك يا أختي الكريمة، ربي سبحانه يعلم السر وأخفى. يعلم السر، لا تخفى عليه خافية. الله عالم الغيب والشهادة. ستظهر الحقيقة. وأوصيك بالصبر الجميل، أوصيك بالصبر الجميل وبتربية وليدك، وخلي الأمر لرب سبحانه عز وجل. ثقي كل الثقة أن الله سوف يظهر الحقيقة. واللي يكون مع ربي والله ربي ما يخليه. ونذكركم جميعا بحكمة بالغة لابن عطاء الله السكندري رحمه الله، يقول: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. ويقول في حكمة أخرى: إلهي متى قطعت العطاء لكي نطمع في سواك. إلهي متى قطعت العطاء لكي نقطع الرجاء. كوني مع ربي وربي يكون معك،
نسأل الله لك التوفيق والستر. نعم، ونسأل الله الهداية للجميع. دكتور، نبقى دائما بالنسبة لمواضيع الحلقة الماضية. أمال من ميلا قالت بعد اتصالها أنه زوجها ما يتفهمش مع أمه، يعني وحتى بعد زواجها، ويقول أيضا عن الأم تاعو غير صالحة، هكذا يقول الابن تاعها، وتقول دائما نحن في مشاكل معها. ماذا تفعل فضيلة الدكتور؟ والله أولا نوجه يعني بعض التوجيهات لهذا الزوج أو لهذا الولد. أولا مهما كانت يماه ما عندوش حق يقول يما غير صالحة. نعم يا إخواني يا أخواتي، يجب أن نتأدب مع الوالدين. ما نقولوش الوالدين ملائكة ولا شمذان اختارني مولان، ما كانش اللي خير مواليه، ولكن واجب على الأولاد باش يتأدبوا مع والديهم. ربي يقول في القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. بأي حق يقول عليه يما غير صالحة؟ هذا كلام خطير. نعم. يعني العروسة هذه لو كان ما تخافش ربيه تلقاها فرصة باش هي أيضا تزيد تكمل عليها، مادام زوجها يعني وليدها يعني وليد عجوزتها راه يقول على يما غير صالحة، هي تزيد تكمل عليها. إذن هذه الكلمات ما تنفعش. ثم أنه إذا كان ما تفهمش معها ما يلزمش يحول هذاك الخلاف إلى زوجته. نعم. ما يلزمش يحول الخلاف هذاك إلى زوجته. نعم. لأنه ربي سبحانه قال لا تزر وازرة وزر أخرى. لا يجوز أن يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره، لا يجوز أن يلام أو يعاتب الإنسان بخطأ غيره، فكل واحد يتحمل مسؤوليته فقط. ثم كل حاجة تطلبها هذه العروسة عجوزتها ولا إثم غارثيس يعني الحامات نتاعها، قولي لراجلك. يعني بصراحة لازم واحد يكون صريح بينه وبين ربي سبحانه عز وجل. يعني إذا قالت لك يا العجوزة طلبت منك حاجة، هذا قدر واحترام، هذا قدر واحترام. لماذا تهرب من السؤال تقول لا قولي لراجلك؟ يعني إيه هذا؟ يعني راكم في أسرة واحدة ولا نعم. ما معنى هذا؟ يعني الكلمة عمار أو دمار. الكلمة قد تعمر وقد تدمر. ورا هذاك اللسان اللي يزرع الوئام ويزرع السلم ويزرع المحبة ويرسل الطاقة الإيجابية ماشي الطاقة السلبية. يعني الكنات ولا الحماوات لازم يبتعدوا من هذه الكلمات الجارحة. ثم العجوزة ولا الحماتي تقول اللي دور بيان ترتقوا، هكذا قالت هكذا. نعم. يعني يا عجابة علاش ترتق هذه وعلاش يعني هذه الأمور هذه تحول إلى بومبا إلى قنبلة ولا نعم. إيه يعني. نعم. سبحان الله سبحان الله، من تواضع لله رفعه. كل إنسان يحس باللي عنده قوة ويستخدمها للعدوان مهما كانت القوة مادية أو معنوية. نعم. لازم يتفكر بأن الله هو صاحب القوة المطلقة. عبدي أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال ليس الشهيد بالسرعة، موش غير الرجال. نعم. أعجايز ولا عرايس ولا كل واحد في الجميع مخاطب. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. موش الإنسان كي يغضب كما يقول كي يغمض عينه ويفتح فمه ويقول العجب. نعم. هذا الكلام خطير اللي يدور بيا نطرطقوا، وبعدين الكنة تسمع هذا الكلام وممكن تقول كلام كما هذا وبعدين خلاص الدار راحت والدمار. نعم. والناس يندموا في الدنيا قبل الآخرة، والندم الشديد يكون في الآخرة. نعم. نقول يا أختي عليك بالصبر الجميل، كوني مع ربي يكون معك، ولكن استعيني بالأسرة لازم تتدخل. في كل مرة نقول لازم الناس اللي قراب للعائلات ما يلزمش يكونوا دي سبيكتاتور متفرجين. نعم. لازم يتدخلوا بالكلمة الطيبة. هذاك المخطئ يقولوا أنت مخطئ، والمحسن يقولوا أنت أحسنت وهذا أخطأ. لماذا؟ باش كل واحد يرجع إلى نصابه. نعم. ويتوقف هذا العدوان. نعم. نعم. العايب أيضا قال أنه اقترح أنه لكي تنتهي هذه المشاكل مرة واحدة بين العجوزة والكنة من الأفضل أنه الابن يسكن وحده في بيته وحده. والله يا سي العايب قال واحد الكلمة ضحكتني، قال لو كان تبقى معهم يخلطوا فيها. نعم. هو المطلوب أنه يتساعفوا. نعم. حنا نقول يا سي العايب بارك الله فيك، حنا يا أخي نقول لك الضيق في القلوب. نعم. هناك بيوت كبيرة جدا عامرة هناك بيوت يعني فيها F5 F10 مش عارفين فيلات وبحاير وكذا، ولكن إذا كانت القلوب ضيقة
يعيشوا في كوارث وفي مصائب لا حصر لها. وممكن نلقاو أسرة عايشين في شقة أبارتمون صغير ولكن يتساعفوا. لذلك يقول لك الضيق في القلوب. وهذا لا أنفي كلام نتاع سي العايب اللي قال ماذا بك، ذلك ما نتمنى لها سي العايب. يعني نتمناو أنه الزوج مع الزوجة يكون عندهم سكن منفرد، ويكون عندهم صلة بالحماة، وصلة بالشيخ، وصلة بالأسرة نتاع الزوج، وصلة أيضا بأسرة الزوجة. ذلك ما نتمناه أنه ما يكونش هناك انفصال، ماهوش كي يسكنوا وحدهم معنا بقى على خير، ما كان لا علاقة لا زيارة. ربما بعض الناس يقول لك غير في القرح ولا في الفرح، معناه يستناو ملك الموت وقتاش يجي يزور هذيك الدار، يموت كاش واحد باش العروسة المحترمة تجي تزور بروتوكوليا، يعني العجوزة نتاعها والشيخ نتاعها. لا ما نقولوش هكا، نقولوا ماذا بك يكون سكنة ويخدموا، ولكن إذا ما كانش سكنة لازم يتساعفوا. يتساعفوا، يبنيوا الحياة نتاعهم شوية شوية، وممكن تكون المرأة تخدم وهو يخدم، يتعاونوا شوية شوية، وربي يرزقهم بالسكنة بلا ضغط، بلا إكراه، بلا عدوان. ما يلزمش نتفادى هذه الأمور ونوسع قلوبنا، نوسع قلوبنا، وكلما اتسعت القلوب إن شاء الله يكون هناك سلم وأمان. إذن سهيلة من فرنسا تقول لك قصتها بينها وبين زوجها، ولكن ليس بينها وبين عجوزتها، حول الصلاة. دكتور الله، يعني نشكرها بزاف الأخت سهيلة بفرنسا على قضية الصلاة. قالت لك زوجي نعيش مع حياة سعيدة مع زوجي ما شاء الله والحمد لله، تحمد ربي. ونقول لك يا بنتي بارك الله فيك، اللي يحمد ربي ربي يزيد له. ربي قال في القرآن الكريم لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول أهل الشكر في الحديث القدسي الجليل أهل الشكر أهل زيادتي، معنى اللي بغى ربي سبحانه عز وجل يدوم عليه النعمة يشكر ربي باستمرار لحكمة أرادها الله. في كل ركعة نقرأ سورة الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين. ولكن قالت عندي خلاف مع زوجي على الصلاة، يتهاون في الصلاة. قالت أنا نذكره، قالت لك ما سمعوش الأذان، وهذه بالنسبة لأخت نجاة اللي عايشين في الغربة عندهم هذه الأزمة في الحقيقة. نحمد ربي سبحانه ونسمعوا الأذان باستمرار. اللي في الحياة كتسمعوا ربما 4-5 مساجد يرفعوا الأذان، هذا مر هذا ما شاء الله. اللي عايشين في الغربة عندهم هذه المشكلة. إن شاء الله يجي نهار يفتك المسلمون إن شاء الله هذا الحق في سماعهم الأذان جهرا. تقول كل ما يجي وقت صلاة نذكر وتقول يا فلان روح تصلي، نقول لزوجها حمد ربي عندك مرأة كيما هذه تذكرك بالصلاة. والصلاة صلة بالله. معنى كي تكون علاقتك مع ربي مليحة يساعدك تولي علاقتك مليحة مع كل الناس. ومن ضيع حقوق الله فهو لما سواها أضيع. من ضيع حقوق الله فهو لما سواها أضيع. إذن نقول لك يا بنتي زيدي ذكريه، وهي أيضا عندها تيوري براتيك، معناتها تذكر وهي تصلي. تحافظ على الصلوات، ماشي معناتها تقول له تصلي وهي ما تصليش، راهي تحافظ على صلواتها. مادام طلبت النصيحة نقولها لازمي، عرفتي فالزامي، حافظي على صلواتك وذكري زوجك وسعي خاطرك، يجي نهار إن شاء الله تعالى يولي هو أيضا يواظب على صلواته. نعم. إذن دكتور آخر إيميل قبل أن نبدأ بموضوع الحلقة. 17 دقيقة. نعم. إذن نبيلة من فرنسا تقول يجب أن أستأذن من أم زوجي عند كل خروج، ماذا أفعل؟ يعني زوجها يقول كل حاجة كي تقول أنا خارجة يقول لازم الفيزا تاعي من أمي. نعم. دوكا بنتي واش نقول لك، هو طبعا الإذن من الزوج أساسا، ولكن ما بالاحترام والتقدير مليح تشاوري عجوزتك، وهذا اللي يعطي لك قيمة عند حماتك رثم غارثين، وكذلك زوجك باش يعني يقترب منك أكثر. المرأة اللي بغات تربح زوجها لازم تحسن ليماه، والعكس صحيح. ماناش نقول برك معنى الكنة أو العروسة تحسن إلى والدي الزوج، نطالبوا أيضا الزوج باش يحسن إلى والدي الزوجة. المعاملة متماثلة كيف. إذا كان قال لك زوجك شاوري يما، أعتقد ليس في ذلك مانع، يعني باب الاحترام والتقدير. هذا هو. دونك إذا كانت هي تمنعك وتعرقل هنا مشكلة. مادام هي أيضا تزيدك غير في القدر وفي الاحترام، رصيدك في قلب حماتك يزداد باستمرار كلما تقدريها
كل ما تشاوريها. عندها سؤال ثاني الأخت نجاة تقول أنا عايش بفرنسا منذ عامين وكذا وكذا. نعم. كي تجي البلاد هنا تظلمت. نعم. كي تروح تزور مواليها رغم أنها تقوم بكل واجبات تجاه أهل زوجها وحماتها تقولها ما تبقايش عندهم بزاف وكذا. لا. نعم. نقول هنا الحمات راهي غلطانة. نعم. العروسة تكون في فرنسا في الغربة تمنعها من زيارة كي تجي لمواليها تجي الجزائر لازم يكون الحظ الأوفر يكون عند مواليها هي عند يماها وباباها واختها وعمتها حقها راهي في الغربة. ما نقولوش حتى هنا تعيش مع عائلة الزوج يقينا تزورهم وتسقسي عليهم تسقسي على المرضى وإلى آخره وتدير كل الواجبات كما تقول هي، ولكن لا تمنع من زيارة أهلها. لازم تشبع منهم ويشبعوا منها وترجع وهي في غاية القوة والهناء والسعادة إلى ديار الغربة. أكتفي بهذا. نعم. بارك الله فيك دكتور، وعدت بالرد وأفيت الوعد تاعك. بارك الله فيك رجل الصلح فضيلة الدكتور السعيد بويزري. نواصل معكم بقية البرنامج في معرفة موضوع هذه الحلقة وهذه السهرة، ونحن معكم على المباشر. سنتحدث عن التسامح مرة أخرى. إن السيطرة على النفس عند البلايا والمصائب تكون بالعفو والتسامح. هل نعرف كلمات العفو والتسامح فيما بيننا وفي علاقاتنا الاجتماعية؟ فضيلة الدكتور سيشير إلى مقدمة مختصرة ثم نشاهد معا روبورتاج أنجزته لنا يمنى صالحي في هذا المجال. تفضل دكتور. لك الفضل. التسامح سر من أسرار السعادة في الدنيا وفي الآخرة. كيف؟ نعم. الإنسان يغلط بينه وبين ربي سبحانه عز وجل. ربي وعد قال نغفر لكم كاع جميع ذنوبكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما دام ربي سبحانه يغفر الذنوب ويعفو ما شاء الله، بل أكثر من ذلك الله يفرح بتوبة عبده والوقت لا يسمح باش نفصل في هذا الأمر. وكذلك الإنسان يغلط بينه وبين الناس. الأخطاء موجودة، ما كاينش اللي ما يغلطش، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح كل ابن آدم خطاء أي كثير الخطأ وخير الخطائين التوابون. اللي غلط يرجع لربي سبحانه. ولكن بيناتنا معاشر البشر كي نغلطوا ونطلبوا السماح لازم نلقاو هذاك السماح. خاطر هذاك الإنسان الذي ظلم وبعدين هذاك اللي ظلمه قال له اسمح لي وما سمحلوش، يجي نهار هو أيضا يظلم ويبحث على الإنسان اللي يسمح له. لازم يكون تسامح بيناتنا. ربي يتسميح يغفر وين يشظن يوخر. السماح إلى نجعلوه ذا السر من أسرار حياتنا وسعادتنا في الحياة. نعم. لذلك لا يجوز أصلا بجميع المقاييس النقلية والعقلية هذاك اللي غلط وتاب وأصلح ما أفسده يقول له اسمح لي ومستعد باش نصلح الشيء اللي خسرته، لازم هذاك الإنسان يسمح له. وألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اكتفي بهذا، وفي ثنايا اللقاء سأذكر أشياء أخرى إن شاء الله. نعم. إذن إن الذي يقيد الإنسان ويكبل حركته ولا يمنحه الطمأنينة حينما يعلم أن الطرف الآخر لم يسامحه ولن يسامحه أبدا. هن نساء سجينات، وعن طريق برنامج والصلح خير طلبنا العفو والتسامح والصلح مع عائلتهن، فكم من ليالي لم يذق فيها ضميرهن الراحة. تابعوا معنا هذه الشهادات التي أنجزتها لنا الصحفية يمنى صالحي، ثم نعود لمواصلة النقاش في موضوع التسامح وفي قضية النسوة. تعلمت بزاف حوايج. صالة أول حاجة كنت صلاة نهار نصلي و10 ليلة، دوكا عدت نصلي في كلش في وقته، عدت نقيم، عدت نصلي الصبح الفجر في وقتهم. تعلمت نحفظ القرآن كنت ما نحفظش. تعلمت بزاف حاجات. ندمت غلطت في حياتي، درت غلطة، ندمت في حق
بابات ولادي في حق راجلي هو الاول، وغلط في حق ولادي، خليت 4 ولاد برا، في حق مالية، في حق الناس اللي غلط في حقهم. غلط غلط غلط. مين تطلبي السماح؟ طب الصباح اول واحد هو راجلي، وبعد يجوا ولادي، وبعد مالية. ودوكا في الوقت هذا الحالي كترة من راجلي وولادي. غلطت في حقهم، غلطت في داري، غلطت في خربت داري على جال دراهم. غلطت على جال دراهم قلتي؟ نعم. نعم كانت حالتي المادية ماشي مليحة. كاين واحدين فامي قالوا لي لا تعاوني روحك، قلت لهم ما كاش مشكل، قلت لهم حاجة عادية، قالوا لي ايه لحوا عليا الحق. قبلت ماشي سيفوا عليا ولا قبلت، عطاوني واحد الوراقي نوصلهم من مكان لمكان. بعد كنت نوصل والحق يخلصوني. بعد نهار تواست الحالة، كان ربي لو كان عطاني القوة كنت صبرت. ماني الاولى اللي جعت، ماني الاولى اللي تعريت، ماني الاولى، كون صبرت. كي لحقت هاد البلاصه قلت كون غير صبرت. عدت مع الاول ما كنت كل ما ندخل نبكي ما نقدرش نعاود نخرج. وبعد بشويه عدت نحب وديما نطلب من ربي ان شاء الله ربي يغفر لي. غلطت يا ربي يغفر لي. لا الحمد لله، والحمد لله هنايا لي زوفيسي الحمد لله ملاح معانا، الكارديانات، بعد معلمتي الشيخه تاعنا اللي تقرينا راني نقرا الحمد لله. تعلمت الطرز الحمد لله، جيت البرا ما نعرفش نرفدها الحمد لله. يعني كامل لي ميدسان الحمد لله كاع هنا الحمد لله. ما كنتش دايره كاع هكا بلي الحبس الحمد لله. كاينه اللي تعلمنا احكام التجويد، وكاينه مرشده اللي ديرنا مواضيع على الصلاه، على الصوم، مواضيع دينيه. كاينه الاخطاء اللي ما يعرفوش بزاف حاجات على الدين. كيما انا تعلمت بزاف امور دينيه لهنا ما كنتش برا نعرفها. يعني كيما يقولوا عسى وان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. شغل دخلنا للحبس ماشي واحد يقول الحبس شغل مغلوق علينا كلش، ولا بالعكس انا نتعلموا بزاف حاجات ما كناش نعرفوهم. عندنا لهنا كتب دينيه، عندنا مكتبه مام واحد كيقرا القران ما يعرفش معاني تاع الصور، ولا عندنا كتب تاع اللي فيها التفسير تاع القران، عندنا الكتب اللي فيهم تاع الاحكام التجويد. الحمد لله يا ربي. بيان سور. حاجه الاولى نطلب ربي يغفر لي على واش درت، على الاخطاء اللي درتها برا وكامل. ما نعرف واحد كاينه كيما اخطاء على بالي بهم، كاينه بالك واحد دارهم بلا ما يعرف بلي راهو اذى ناس، ولا نطلب من ربي يغفر لي ومن والديا اللي راهم معايا لهنايا الحق وقفوا معايا ما خلاونيش، نطلب منهم تاني يسمحوا لي. ان شاء الله ربي يغفر لي ويغفر لكاع المؤمنين والمؤمنات. إذن شاهدتم معنا هذه الشهادات. فضيلة الدكتور، ربما سؤال نطرحه: هل يأتي العفو والتسامح ليمحو كل هذا، رغم أننا نعلم أن الواقع يعني والمجتمع لا يغفر مثل هذه الأخطاء، رغم اعتراف هذه النسوة ويقولوا باللي نطلبوا من والينا يسامحونا لأنهم لهم كما الزوجة هذيك وأولادها ما سامحوهاش مسكينة. نعم. في الحقيقة هناك جملة من الرسائل لا بد أن تمر من خلال تعليقي على ما تابعتموه سادتي المشاهدين. الأمر الأول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لازم نديروا في بالنا أنه اللي يتوب من الذنب كي شغل ما عندوش قاع ذنب. ذكرنا الحديث: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. هذا رقم 1. نعم. رقم 2: إذا كان ربي يسمح لا يجوز للمجتمع باش يزيد يعاقب اللي غالطين، خاصة النساء. نعم. سمعناهم على المباشر الآن غالطين. واحد دخلت في تجارة وكل واحدة واش مشكلتها. نعم. لا نكشفوا أسرار الناس. نعم. ولكن هما يقول يا ربي اغفر لنا، اعترفنا بأخطائنا، واش تزيد أكثر من ذلك؟ وكل واحد من السادة المشاهدين والمشاهدات يتصور روحه باللي راه هو في الحبس كيما راهم في الحبس داخل السجن داخل المؤسسة العقابية. لازم يدير في باله بلي هو اللي راه داخل. نعم. ويستنجد ويستغيث يقول أنا ربي اغفر لي. ولكن المجتمع أيضا ما يلزمش يزيد يعاقبه أكثر،
لأنه عندنا مشكلة خاصة بالنسبة لنساء الأخت نجاة، بعد ما يخرجوا من الحبس يزيدوا يتبعوهم بالإشارة بالبنان. نعم. يعني يعقدوهم يتبعوهم وما زال العقاب يتبع فيهم. نقولوا يا سادتي ربي يحفظكم، ما يلزمش تعاق خلاص اللي المرأة ولا أي واحد دخل السجن وخذل العقوبة نتاعو خرج من السجن لازم نعاونوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لازم نعاونوه. الخطاب موجه للأسر للعائلات، استقبلوهم مرحبوا بهم قولوا سمحنا لكم. هي راهي تقول نطلب من زوجي باش يسمح لي، مولادي باش يسمحوا لي، من أهلي من المجتمع. واش تزيد أكثر من ذلك يا عجبة؟ وإلا يتحول المجتمع إلى ظالم، يتحول إلى معتدي. وهي لو كان ترفع يدها لربي سبحانه اللي غفر لها تقول يا رب انتقم من هؤلاء اللي ما سمحوا ليش، ربي سينتقم في الدنيا قبل الآخرة. لذلك هذه رسالة ثانية نوجهها. الرسالة الثالثة راهم هذه اعترافات أيضا، وهذا نعلمه على مستوى المؤسسات العقابية في الجزائر، أنه كاين إعادة تأهيل حقيقية والحمد لله. وسمعنا الشهادات يحفظوا القرآن الكريم، بل أكثر يتعلموا أحكام التجويد. ربما كان ناس من الناس اللي راهم خارج السجن يعني عنده ظروف تساعدوه وما يديرهاش، وتتعلم الطرز والمطالعة والقراءة والتفسير. يعني سبحان الله. وبالنسبة للشباب أيضا يجي نهار نتحدث عن هذا الموضوع أيضا. اللي تعلم أحكام التلاوة، اللي دار رياضة، واللي شاركوا في الامتحانات مختلف المسابقات والامتحانات، وكاين نسب النجاح معتبرة جدا. لذلك كل هذه إيجابيات. وذكرتنا بالآية القرآنية عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في الحقيقة رب ضرة نافعة. دخلت السجن وتابت توبة نصوح وترجع المجتمع وذو صالح. احنا كمجتمع لازم نعاونوهم باش يكملوا في طريق الصلاح، وما نعاقبوهمش وما نحاسبوهمش. بعد ذلك نفتح لهم قلوبنا وعقولنا وبيوتنا من أجل الاندماج. ثانية داخل المجتمع علينا أن نتعلم مما سمعناه. نعم دكتور، إذا نأخذ اتصال من العاصمة. السيدة رحيمة، السلام عليكم أختي الكريمة. مساء الخير أخت نجاة. مساء الخير أختي كريمة، وش راكي لاباس؟ لاباس، أنت راكي بخير؟ راكي مليحة رحيمة الحمد لله. الحمد لله. مساء الخير شيخنا سعيد بويزري. مرحبا أخت رحيمة، أهلا وسهلا. كنت حابة نشارك في واحد الموضوع. نهار تكلمتوا على ميراث النبوة. نعم. أيوة. ما تحتليش الفرصة باش نوافيكم في التليفون. وأنا راني شاركت في موضوع تاع العقار. تاع العقار. نعم. تاع العقار، ولكن كنت غلطت في الاسم. في الاسم رحيمة من العاصمة. رحيمة من العاصمة عوضا عن حميدة من العاصمة. حميدة، معذرة، رحيمة من العاصمة. نعتذر مرة أخرى. نعم. حبيت نشارك فيه، عنده شوية علاقة مع الموضوع تاع اللي تكلمت عندما اتصلت بكم حول العقار. نعم. أيوة. حبيت نلخص له الأستاذ باش يعطي لي نصيحة. تفضلي. باش نفكركم برك شويه بالموضوع هذاك تاع العقار. نهار تكلمت لكم على الاخوه اللي كانوا حابين نعاودوا القسمه مر وفاه الام. اعاده القسمه. نعم. دوكا عاود تلاقيت بالاخوين. الاخ الاكبر تلاقيته في دارنا، رحت نسلم عليه. ما حبش يسلم عليا. نعم. يسمى حشمني. أنا نسمع فيك، وصلي. ولا الأخ الأوسط تلاقيت في الوفاة تاع الشيخ تاعي، الأب تاع الزوج تاعي. سلمت عليه وسقطاني. ومنذ الوقت اللي خويا الكبير ما حبش يسلم عليا. نعم. وأنا راني متأثرة بزاف، خاصة أني كما تكلمت لكم من قبل ما عندي لا أب لا أم. نعم. والشيء اللي غادني بزاف يا شيخنا. نعم. انا كنت متغربه في مدينه وهران لمده 19 عام. نعم. كنت كل خطره نجي للعاصمه ونقوم بزيارتهم، عوض انهم هما يزوروني انا اللي كنت نزورهم. والشيء اللي غادني دوكا الان راني في العاصمه. نعم. عندي مده عام ونصف وانا راني ساكنه هنايا. حصل هذا الانقطاع، وهذا الانقطاع
حصل بسبب عدم الرجوع في القسمة كما حكيت لكم. نعم، واضح سيدة رحيمة. هذا واش انا راني تذكرت كل تفاصيل القضية تاعك. واضح سيدة فاطمة. انا حابة برك السؤال اللي حبيت نطرحه. نعم. هل راني اسمع نعم. يعني من نهار اللي ما حبش يسلم عليا ما عاودت اتصلت به، ما عاودتش شفتو. كنت راني خايفه لو كان نعاود نتصل به ولا نروح لعنده يزيد يحشمني. نعم، ان شاء الله ما يحشمكش رحيمة، ان شاء الله باذن الله. والله ان شاء الله جات راني منذ وهذه القضيه حصلت في 22 اكتوبر. نعم. من هذاك النهار وانا راني شغل راني جابده روحي راني في داري وخاطري ماهوش مهنيني. ان شاء الله ان شاء الله هو يجي يطلع عليك ان شاء الله، وسيحدث ذلك باذن الله يا رحيمه، طالما انك راكي تحوسي على الحق وليس على العكس. نشكرك رحيمه من العاصمه على هذا الاتصال. ربما ناخذ اتصال من برج بوعريريج. السيده ياسمين، السلام عليكم اختي الكريمه. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم يا أخت نجاوب. السلام على شيخنا الفاضل وعلى كل المشاهدين إن شاء الله. بارك الله. دائما نقول لكم بارك الله فيكم على بارك أنت أيضا. مساء الخير يا شيخنا. بغي دينا كاينين سياسة ناس قشيشين يموت ورقازيو غرفت من شهور راني يموت ورقازيو نكيت وري طلبت بابا باش تقولوا وخام كوز من غرض روحها جريتي كما يقولوا زمرغات انت وريدي انا كنت ولا بس فلي تي غربي بكو خامه كاينه تي عاشي دي بسمس ترنتي قادي ما لا كش ما العقق الوالدين خاطي يعني نصيحه كان يعني كبغي غرض كل غربي نزمر غرض روح خاملنا خاطر ماشي يعني بابا كان قيم مالي دائما ني قادي غتلا ونويت ما قناش درت يعني الحاله ندوني كنتكلا كي يعني شغل كما يقولوا اقيم خامه ولا بس مستوره يعني لابس لي وتسنين بغيت نصيحه واذا كان شوف ما فينا ذي ونسامحي كما يقولوا حنايا كيجعل يعني ناقص الشخصيه يعني هذا اقلا كاين عاش المجتمعين يعني صدقني برب العالمين يعني في كثير حالات يعني صرا لي كحوايج انايا كاين هما اللي يظلموني انا نقول سمحوا لي شوف يعني يعني ناقص الشخصيه يعني اخلاق المجتمعين لا اله الا الله محمد رسول الله كما يقولوا. بارك الله فيك ياسمين من برج بوعريريج. نشكرك جزيل الشكر. نذكر الاحبه الكرام بانه موضوع اليوم يتعلق بالتسامح وماذا بينا الناس يتصلوا بنا باش يعني يزيدوا يرفعوا معنويات هاد النسوه اللي راهم في السجن وراهم يطلبوا التسامح والعفو من العائله تاعهم. دكتور قطعتك ربما عندما كنت تتحدث عن النسوه اللي شفناهم في الروبورتاج، ثم نعود الى اتصال اول رحيمه من العاصمه. نعم. نعم في الحقيقة فقط نقول أنه من ناحية القانونية صارت مخالفات. نعم. مخالفات وهن يعترفن بذلك. يعترفن يعني بذلك. الحمد لله أنهم راهم يعترفوا. نعم. راهم خذوا جزائهم في السجن، ولكن ظروف السجن كما راهي تحكي الحمد لله فرص نتاع التعليم ونتاع حفظ القرآن وأداء الصلوات إلى آخره، هذه كلها تساعد على الإصلاح حقيقة، والإنسان تكون عنده علاقة مع ربي سبحانه قوية. ولكن فقط نأكد بأنه من ناحية الشرعية لا يصح شرعا ولا من ناحية الأخلاقية أن نتابع بالبنان كل من خرج من السجن، ونذكر الجميع بقوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعم. هذه آية قرآنية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نتعلموا من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. خوتوا داروا فيه العجب وظلموه إلى آخره، مع ذلك قال من بعد أن نزغ الشيطان يعني هو دخل روحه في وكأنه هو بيني وبين إخوتي. نعم. بيني وبين إخوتي. نعم. وكأنه يتقاسم مع إخوته المسؤولية وهو بريء تمام البراءة. تمام البراءة. وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم. يرحم من في الأرض يرحمكم في السماء. هذه الرسالة اللي نقدمها تعليقا على الأختين اللي راهم في السجن، ربي يحفظهم ويسترهم وربي يخرج جميع المساجين إن شاء الله تعالى وهم بهذه التوبة بهذا المستوى الرفيع من التوبة النصوح إن شاء الله. دكتور إذا اتصلت رحيمة من العاصمة لتقول هي بدون أب وأم، وكانت تحدثت معنا في المرة الماضية على قضية
العقار وكيف تكون إعادة القسمة. وقالت غاضتها حاجة لأنها جت تسلم على أخوها الكبير وما حبش يسلم عليها، قد تقول لكن أخوها الوسطاني يسلم عليها، وهي الآن راهي جابدة روحها وما حبتش تعود تفتح هذا الملف مع العائلة. والله يا الأخت رحيمة، أولا ذكرنا هذا الكلام فيما سبق وفي الإعادة إفادة. نعم. المرأة ولا الأخت كي تطلب حقها في الميراث هذا حقها نعم. الشرعي. وقلنا يومها ونؤكد لا يصح باش الإخوة يديروا الشونتاج ولا الضغط على الأخت، يقولوا لها إلا طلبتي حقك انساي باللي عندك خاوة. قلنا هذا لا يجوز لا شرعا ولا أخلاقا. هذه مسألة وكأنها تصبح طرف في النزاع. نعم. دكتور. نعم. وكأنه يعني بهذا الشكل معنا نقول ينسى جميعا. نعم. اللي تطلب حقها تنسى تنقطع عن أسرتها. وهذا الظلم، هذا ظلم كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول اتقي دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. حاجة أخرى أنه أنت حاولتي باش تسلمي على أخوك الأكبر وكما قالت هي حشمني. نقول لك يا الأخت رحيمة، اسمك ما شاء الله رحيمة فيها رحمة إن شاء الله، ما تقوليش هذا الكلام. في الحقيقة مادام هو ما سلمش عليك، هو الذي أخطأ. نعم. هو الذي يتحمل الوزر، هو اللي عنده الذنوب. أنت خاطي، أنت عندك أجر زيادة. قدرك يزداد عند ربي سبحانه عز وجل. نعم. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ويزداد قدرك عند جميع الناس. والآن احنا سمعناك وقدرك يزداد عندنا. نعم. نقول هذه يا الله كما يقولوا غلبت نفسها وراحت، هي التي تبادر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما من الذي يبدأ بالسلام. نعم. أنت بديتي بالسلام وهو ما حبش. نقول لك ما تيأسيش، ما تيأسيش، زيد ارجعي له. وإذا كان استعنتي بأفراد الأسرة الآخرين يكون أحسن. تبعثي له عمك، تبعثي له خالك، تبعثي له أي واحد. نعم. ربما صاحبه، ربما يقول لك الصديق مفتاح الصديق، يقول اتقي الله يا فلان، وراهي رجولتك وراهي المروءة نتاعك. أختك راهي تسلم عليك وأنت ترفضها، وإن شاء الله ربي يهديه. وادعي له يا الأخت رحيمة، ادعي له ربي يهديه ويرقق قلبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. إذا استمعت الأخت رحيمة، كان يقول لك رجل الصلح ما تيأسيش وما تيأسيش إن شاء الله، وتكون الهداية للجميع إن شاء الله، وتجتمعي أنت وأخوك الكبير في بيت واحد. نأخذ اتصال من فرنسا حتى ما نخلوش أصحاب ديار الغربة ينتظروا الكثير. أسماء، السلام عليكم أختي الكريمة. انقطعت المكالمة، حاولي أن تتصلي مرة أخرى يا أسماء. مرتدى من ولاية معسكر، السلام عليكم. الو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف الحال؟ والله الحمد لله. السؤال عليكم انتم. وتحياتي لكم الناس الجزائر، وخاصة قناة القرآن اللي نبوها بالبزاف وراهي ثقفتنا بالبزاف. السلام عليكم شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. معك إتمام مرتضى من دائرة غريس، ولاية معسكر مبايعة الأمير عبد القادر. العلم هي مبايعة الأمير عبد القادر. مرحبا مرحبا، تفضل. تسامحوا لنا شيء منيح في الإسلام. والله أنا تعرضت بزاف عند الأصدقاء والجيران يفهموني غلط، بصح أنا نسامحهم في الأخير ونطلبهم ربي. لما كاع اللي تاعهم وكوش نبغي ندعي لهم ربي نعاونهم، تاني ما نتلقاش منهم معامله مليحه، وانا نسامحهم. انت تعاملهم مليح وهما ما يعاملوكش مليح، ما يفهموش. انا ما يفهموش المعامله تاعك. انا عندي نيه زعما كي نبغي انسان نبغيه نيه خلي كاع نيتي فيه، زعما نلبي له كاع طلبات تاعو، ننسى نفسي، والله ننسى نفسي ونعاود له خدمه انا زعما ننتهي بهم. والثاني بالجزائر الجزاء ماشي نيشان، بصح يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم نقرأ الله هو اللي يكفينا ونسامحهم. وشيخنا الكريم هل عندي حق أجر ولا شو الفضل تاعك؟ نعمل هذا هو السؤال تاعك. سمعك جيدا، بارك الله فيك. بارك الله فيك مرتدى من ولاية معسكر. نعم، موضوع نطلبكم منه موضوع. أي موضوع؟ قلنا موضوع الآخر.
الصداقه في الاسلام، الاخوه في الاسلام. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مرتضى، بارك الله فيك. الله وحفظه بارك الله فيك. والاسلام، وشكرا. بارك الله فيك. إن شاء الله سيكون هذا الموضوع يا مرتضى من معسكر، وهذا اقتراحه على المباشر فضيلة الدكتور. ياسمينة من برج بوعريج تطلب النصيحة دكتور. الله أكبر. الأخت ياسمينة، قضايا كثيرة. أولا حتى نشكروك ونشكر جميع السادة المشاهدين والمشاهدات لبرامج قناة القرآن الكريم. عندها زوج أولاد، ولكن بعد ما مات زوجها باباها يطلبها باش ترجع إلى الأهل، وهي تقول لي مستورة، أنا في بيتي مستورة. نعم حبت تقعد. هل هذا عقوق؟ نقول لك يا أختي الكريمة هذا ليس عقوقا. فهمت لما قالت حبيت نقعد في أخام، الله يبارك انت الأخام ديالها كيف يقال؟ أخام ديالها هذا من حقك. نعم. راكي حاضنة. نعم. تعيشي مع أولادك. نعم. ومع ربيب. مع ربيب. نعم. احنا نفهموا هذه المسألة جيدا. نعم. لو كان جيبي أولادك وزيدي الربيب تجيبيه عند أهلك، يجي نهار ممكن هذا كربيب يتأذى، ربما يرفضون. نعم ربما يرفضون. لذلك أحسن مكان الطبيعي لك يا الأخت ياسمينة هو بيت الزوجية. وين خلاك زوجك، وما دامك تقولي عندي بيت وراني مستورة والحمد لله، ربي يحفظك ويحفظ ولادك ويحفظ هذا الطفل الثالث، هذا أيضا يعتبر وليدك، ربي يحفظهم جميعا ويتربوا في عزتك وفي حرمتك إن شاء الله تعالى. وهذا ليس عقوقا. قل يا بابا أنا لقيت روحي هنا، ولكن زوري مالك، عندك نعم. زيارات، عندك مناسبات. نعم. وبذلك لا تنقطع تحققي عنهم. نعم لا نعم. تنقطع عن أهلك وتحققي هذا التوازن، وذلك خير. عندها سؤال ثاني. نعم. فيه مكالمة؟ ما فهمتوش شوية. إذا فيه مكالمة لا ما فيش مكالمة دكتور. كل ما تجي مكالمة قاطعيني والسماح يعني نحشم نوقفك لأنه الأفكار كلها متسلسلة دكتور. السماح باش ما نكونوش الوحدات الهاتفية الناس متصلين. نعم دكتور بارك الله فيك. واصل دكتور. هي تقول تظلم. نعم تظلم، الظلم. نعم. وبعدين كي تقول فهمت، كتبت الظلم دكتور يعني نتحسن. كي تقول الناس هذوك تقول سامحيني طلب السماح، يعتبروها نقصة الشخصية. نقصة الشخصية. أنا نقولها لك أنت قوية الشخصية. نعم نعم. اللي طلب السماح بكل قوة، هذاك اللي عنده القوة، مش كيما هذاك سمحي لي اللي عنده ضعف الشخصية. نعم. واللي عنده عقدة كل حاجة يقول لك أنا عندي النيف، يقولها الجزائريين يقولوا هكذا، يقول لك أنا عندي هذا، حنا ماذا بك نقولوا عندي هذا اللاغ. نعم. قرني في قبايلي قرومي في غيث واللاغ ذا شارس تخدم شاشيث. اللاغ العقل الذي يفكر ونتحزفا ونتوين رزدات ونسعن الميزان، كل شيء راه في الدماغ. نعم. لذلك يا أختي الكريمة أنت لست ناقصة الشخصية. أنت نعم. قوية الشخصية. نعم. ظلمتي واحد تقول له سمحي لي، اسمح لي عادي. كما قلنا قبيله قيمتك تزداد عند ربي سبحانه وتزداد عند الناس. نعم. لأنه نذكرك ونذكر نفسي ونذكر الجميع بقوله تعالى وقل اعملوا. شكون اللي يشوف الخدمة نتاعنا؟ فسيرى الله عملكم ربي. نعم. ورسوله وبعدين والمؤمنون. ربي ما قالش أي واحد يشوف، لا المؤمنون. نعم. هم اللي عندهم الموازين الشرعية. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أنت قوية الشخصية. نعم. نعم. إذن يبقى العفو هو فرصة لمعرفة الأخطاء. مرتضى من معسكر يقول نتكلم عن التسامح وعنده علاقات طيبة مع الجيران ويسبق فيهم أكثر من نفسه، ولكن في المعاملة هناك العكس، دايما الجيران يفهموا غلط. هذا السيد مرتضى من ولاية معسكر. يا أخي العزيز بارك الله فيك على هذه المشاركة الطيبة. نعم. كي قال أنا أنسى نفسي، ويا ريت الناس تقول كل هذا الكلام، تفكر في الغير، ماشي وغادي يقول نفسي نفسي وبعدي خلي الحياة تنتهي. أنا نعم. أستسمحك نعم. دكتور. نعم. وائل من برج بوعريج. السلام عليكم وائل. وائل. السلام عليكم. أم وائل معذرة ما سمعتش مليح. أم وائل. نعم. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام. مرحبا بك. الله يسلمك. والله حبيت نشكركم على هذا الشيء هذه، والله غيركم منورين صح الإذاعة ومنورين بيوتنا كامل. ربي يحفظك يعيشك. وشكر جزيل فضيلة الشيخ.
الله يسلمك. والله غنشكركم بزاف بزاف. بارك الله فيك. وادعيوا لنا برك ان شاء الله ربي يعطينا الصحه. ندعي لكم ان شاء الله. هذه حصتكم يا ام وائل. نعم نعم. شكرا. العفو. الله يعيشك، ربي ينوركم ان شاء الله. يسلمك يسلمك. بارك الله فيك ام وائل من برج بوعريريج، تشكر الحصة لا شكر على واجب، فبرنامج والصلح خير لكم ومن أجلكم أيها المشاهدون. إذن دكتور مرتضى من معسكر، هذا التناقض الذي يعيشه مع جيرانه مرتضى. نعم والله إذا كان تسمحي الأخت نجاة قبل ما نجاوب الأخ مرتضى من معسكر، الأخت ياسمينة مادام كان سؤالها بالقبيلية. نعم. معلش ياسمينة فكيغ تستعرض باش تفهموك مذانا. نعم. ولكذا منير ربي الرويم قيم يقول داك ميدي جاور قازيم أتربي ذار فيفيم أما سعديم سعد الله ذم قرآن ذم قرآن وكميد صفر حرص وين دين في صلى الله عليه وسلم أنا وكافلاتي مكهاتين في الجنة. نعم. يعني يجمع سين ضوضانا كي يجري فاسنيس يرد ضوضانيس يجمع يارسن ثاقيوم قرن الشاهدة السبابة أكد الوسطى سعد الله ذم قرآن فذم زورة يثاك ذي مولانيم ذي المناسبات وكذا ولا قارث تجر ماذا يعني أن اسمحني أظلم السماح ورتساقوا ذرا كمي في كيما ربي القوة في كيما ربي يفوذ في كيما ربي الجاد وسال الله جار سيدي ربي أما كنت سال أزل أما غير سيدي ربي أما سيمذان المرة. بارك الله فيك. نعم. دكتور نأخذ اتصال من سوق هراس. عمار، السلام عليكم. السلام عليكم الأخت نجاة. السلام على فضيلة الدكتور سعيد بويزري، الله يطور في عمره إن شاء الله. إن شاء الله. كيف حالك؟ جبت لنا موضوع ما شاء الله تاع التسامح. نعم. والله يا فضيلة الدكتور بويزري الإنسان ديما يحاول يسمح من حقه. كشتا واحد ظلمه يسمح شوية من حقه. والتسامح هذا أنا مثلا كون نحب نطلب واحد من السماح وغلطت معاه، وإذا كان هو ما عندوش ربنا نغتنم له الفرصة نخليه يدخل للمسجد نساليه يسلم الإمام، نحاول مرة زوج ثلاثة أربع مرات راه يديه الله عز وجل في البيت بيوت الله. نعم. نطلب منه السماح. والله يا فضيلة الدكتور احنا عندنا في واحد المسجد عندنا واحد الشخص يعني ولد عندنا راس يعني هذه قصة حقيقية، عنده واحد 3 أشهر يصلي وحده الصلوات كل، وإذ به جبت عقبه أسبوع قلت له علاش تصلي وحدك، احنا نصلي المغرب والعشاء والصبح وكذا وانت تصلي وحدك. قال لي أنا ما نهضرش مع الإمام. خرجنا من المسجد قلت له واش يجيك مليح انت حرص ما تصليش عقاب الامام هذا، هاي 70,000 روح طعم 10 مساكين وغدو راح تصلي وراه الصبح، ولا غير خرج بعد صلاه العصر طعم 10 مساكين وجا صلى معنا المغرب. يعني الانسان هو في حد ذاته كي يشوف زوز ما مش فاهمين يحاول يقرب نفسه بالممكن. نعم. هو يكون مفتاح صلح. نعم. ومفتاح تسامح. بارك الله فيك. بارك الله فيك سيد عمار من سوق هراس على اتصالك وعلى هذه المجهودات التي يبذلها كل حلقة مباشر وصلح خير. دكتور نعود إلى مرتضى من معسكر. نعم. والله هو قال يعني أنا أنسى نفسي. نعم. يعاملهم معاملة حسنة ويساعدهم ويطلب منهم السماح. نعم. وكذلك الجيران اللي وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف نكرره باش الناس تحفظه كامل. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. في حديث آخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يساعدك يا سي مرتضى راك تكرم جيرانك وراك تتعامل معهم معاملة حسنة. كل ينفق مما عنده، كل إناء بما فيه ينضح. نقول لك مادام راك هذه النماذج اللي نحبوها تذكر. نعم. نعم. أنه هذاك اللي يخلي من حقه، هذاك اللي يسمح، هذاك اللي يقبل السماح. إذا كان ظلم ويأتي الظالم إليه يقول اسمح لي، ما نقولوش خلاص ما كانش سماح تلاقاو. نعم. شعار خطير اللي يرفض السماح يجي نهار يندم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. نقول لك يا سي مرتضى بارك الله فيك. أما اقتراحك بالنسبة للأخوة في الإسلام سيكون في حلقة من حلقات البرنامج في مستقبل الأيام إن شاء الله. إن شاء الله. إذن دكتور ويبقى التسامح ممارسة. بالنسبة لتدخل أم وائل من برج بوعريريج تقول نشكر البرنامج ونشكرها هي على تشجيعها لبرنامج والصلح خير. دكتور شكرا أم وائل، ربي يحفظك إن شاء الله ويسترك وينصرك وينصر جميع أبناء الأمة وبنات الأمة. فنتعاون لأن الشكر في الحقيقة كلمة طيبة
تبعث طاقة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله. باش نتدرب باش نتكلم الكلام اللي مش مليح نقول الكلام الطيب. الكلمة الطيبة يعني صدقة، والبسمة اللطيفة أيضا صدقة. نعم. وتبسمك في وجهك صدقة. ونشكركم جزيل الشكر على كل ألوان الدعم اللي تقدموها لبرنامج الصلح خير وكذلك لسائر برامج القناة. نعم. عمار من سوق هراس يتحدث عن التسامح ويقول دائما الإنسان يجب عليه أنه يسمح من حقه. من يستطيع أن يفعل هذا في وقتنا الحالي؟ يعني عجبتني حاجة مهمة ذكرها سي عمار جزاه الله خير. نعم. وأنصح بها في الحقيقة جدا وأثمن هذا السلوك. نعم. قال لك فرص، لازم الإنسان يستثمر فرص التسامح. من هذه الفرص قال لك ندخل المسجد ونساميه، هذا سلوك شرعي أخلاقي حضاري قمة داخل بيوت الله. نعم. لأنه كاين الناس للأسف الشديد داخل المسجد إذا شاف الخصم نتاعو يهرب من الصف، وهذه كارثة الكوارث. باش يصطف مع في المكان اللي لقاه. نعم. لا إذا يشوف الوجوه هذا ما يعجبنيش، هذا ندير معاه خلاف، هذه معاه مشكلة ويهرب. معنى لو كان نديروا هكذا يولي ما كاينش ولا كصف، يقول لك واحد يصلي وحده ويصلي ويرفع صباطه. نعم. اذكر قصة خطيرة حصلت مرة، الإمام كان يتحدث عن الصلح في العيد. يمكن أن نتوقف طبعا. حتى ما يخلصوا لهمش ليزونيتي. أصحاب الغربة السلام عليكم. الأخت حورية من فرنسا. السلام عليكم حورية. السلام عليكم. السلام عليكم أختي الكريمة، مرحبا بك. شوف أختي أنا حورية من فرنسا. نعم. وعليكم السلام أختي ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. أنا نسمع فيك حورية. نعم. عقد تسمعي فيا؟ نسمع فيك تخي بيان، تفضلي. نبي نقول لك عندي واحد المشكلة، صار عندي دو بروبليم. حورية ممكن تنقصي التلفزيون باش ما يكونش الصدى هذا، نقصي له كامل أحسن. نعم. أنا البروبليم تاعي عندي اللي هو مع الجواري وعندي مع خواتاتي، مع الجيران وخواتاتك. وش نوع المشاكل اللي عندك معهم من فضلك مع الجيران؟ أنايا نورمالمون حنايا هنايا في المابل عندنا جواريد عرب، ومين تكون عندنا معهم مشاكل سبحان الله ما يقدروش، ما معنا زعما فينا الجار، وحتى نوصلوا بعضنا البعض متنايفين. نعم. احنا في الغربة واحنا متنايفين. في الغربة ومتنايفين. نعم. نعم تفضلي. نعم. والمشكلة تاعي ثاني مع لا فامي. نعم. لا فامي انا زعما كاينه مهما ندير البوسيبل تاعي معاهم، سورتو خواتاتي راك فاهمه. نعم. مهما ندير البوسيبل تاعي معاهم نلق لهم وكل شيء، ومشيت مهما نتحاول معاهم، مهما ندير فيهم الخير، مهما تفشل هذيك المحاولة تاعك. وطلع مشاكل. نعم. جبت روحي. نعم. ما نحوس نطلب من الشيخ يفسر لك هذه الامور، يحل لنا هذه المشكله ان شاء الله. ان شاء الله. حوريه من فرنسا، نشكرك على اتصالك وعلى عرض هذه القضيه المهمه جدا، خاصه مع الجيران والاخوات من نفس العائله. دكتور كنت راح تتكلم على هذه الواقعه. يعني في العيد الامام تكلم عن التغافر والتسامح والى اخره، وقال لهم خاصة في هذه القرية يعني. نعم. قال لهم لازم تتسالموا كامل هنا. نعم. حتى اللي عنده خصوماته تتسامحوا يوم العيد والعواشر إلى آخره. نعم. واحد منهم كي راح يسلم على خصمه قال له اليوم نسلم عليك ما دام العواشر، ولكن غدوة الفوق ما تعرفني ما نعرفك. يا سبحان الله. طبعا هذا ليس صلحا. نعم. هذا ليس تسامحا. احنا حابين التسامح الذي يدوم اللي يدوم. سي عمار نقول لك يعطيك الصحة على الفكرة هذه نتاع نساميه مع الإنسان، يستثمر الفرص نتاع الصلح والتسامح. ثم ذكرنا قصة واقعية. قال لك هذاك الشخص اللي 3 شهور وما يصلي وحده ومش عارف ايه وكذا، قال ما نتكلمش مع الإمام. يا عجابة، يزيد حتى المشكل مع الإمام. هو الأئمة ما همش ملائكة، الملائكة الإمام ليس معصوما.
قد يخطئ وكذا، ولكن يا عجبا تصلي موراه وتنيفو وكذا. وكي قال خاطر كاين اللي يحلف يقول لك انا حلفت ما نزيدش نقبل سماح. نعم. وعطوا له حل شرعي. يروح يكفر عن يمينه. ارجع لسوره المائده الايه 89 تلقى ثم كفاره اليمين. نعم. مع اذا كان حلفت خلاص، لانه هذا باطل تقول والله ما نزيد نتكلم مع الامام ولا مع فلان. راك حلفت. كفر عن يمينك. احنث وطعم 10 مساكين ولا الكسوان تاعهم، الا ما عندكش صم 3 ايام والسلام وتصالحوا والصلح خير. والصلح خير. نعم دكتور. أمين من الشلف، السلام عليكم. الو السلام عليكم. السلام عليكم. امين من الشلف. مرحبا بك، تفضلي. زيد في فضلكم. السلام على الشيخ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام على جميع المشاهدين والمشاهدات. انا في عمري 66 سنه. نعم. صارت لي مشكله عندها كانت في عمري 55 سنه ما بين الخوه. كانت مرت بابا الله يرحمها ماتت ذيك الليله، وصرا مشكل ما بيني وبين بنت اختي صغيره 15 سنه ولا في عمرها 18 سنه. نعم. ولا 24 سنه علم لله ذاك الوقت. نعم. صارت مشكله ما بيني وبين يماها، وحكمتني هي شدتني من الشعر ذيك الليله. وخاوتي جاو معاها هذو زوج وباتوا يضربوا فيا وبلوا عليا الباب وخلاوني لداخل في الدار وضربوني وحاصوا نداروا رايهم فيا. غدوه من ذاك الساعه الصباح انا مراه ارمله عندي 2 دراري حتى لداري. بقيت 15 سنه هضرتهم، ومن بعد تلاقيت بهم وسلمت عليهم ودرت صلة الرحم معاهم. وكلش يجوا لهنايا عند خاوتي خواتاتي من بابا وكلش، وانا اختهم بنتي ماهم وباباهم. ما يخرجوش كامل الايام اللي كانوا يبغوني ويموتوا فيا. لا علينا يجوا يذبحوا الكبش ياكلوا يديروا كلش غير لي عمري واش راهم يديروا خالتي. وزدت ثاني درت معاهم صلة الرحم. نعم. ماهمش متقبلين لي خلاص. انا بغيت نسمع من الشيخ، كنت نحسب الشيخ يجاوب الاخت رحيمه باللي الاخ هو اللي يجوز اللي يروح للاخت. نعم. ايش الاخت اللي تروح ليه؟ نعم. مرة ما عندها لا ام اب وارمله. نعم. انا كنت نسمع بالشيخ هذه، كنت لي يا شيخ معليش هو اللي يجي للاخت الارمله ويجوز ليها ويطلب منها السلاح. نعم. ايش هي مسكينه اللي ترخص ليا هذاك الليله، هما مرفهين عندهم المال. وهذه حقيقة. أمين ما تبكيش، انت اللي عندك الأجر إن شاء الله. انت اللي عندك بما انك راكي تبكي هكا على المباشر، صافي انت قلبك على اخوك، قلبك على اخوك، وان شاء الله يكون قلبه عليك ايضا. قلبهم علي يجوا لهنا وما يجوش عندي. نعم. وطلبت منهم للاسف الشديد في الفرح وسلمت عليهم. نعم. ويجوا ما يجوش عندي. ما تبكيش امين، ان شاء الله بقاي مع البرنامج وراح فضيلة. نحكي لكم تفضلي. نعم. ما بيني وبين بنتي. هذه البنت تحنت عليها وربيتها وكبرتها ودرتها مرض عشتها وتمحنت عليها. نعم. وخدمت ودرت كلش نحسب عليها. نعم. الطفل فيها الخير والطفله ما فيهاش الخير. نحلل فيها ونطلب منها السماح. يا بنتي سامحيني ربما غلطت معك، انا بنفسيتي انت امها. نعم. نعم. انا بنفسيتي ما تربيتش، خلاتني يما الله يرحمها ماتت مولات عامين كي خرجت مرت بابا قدامي كي كبرت. نحلل فيها انا ربيتك، هذا اللي عرفت ربي، هذا اللي عرفت. يا اخي قمتك بكم وكلتكم لبستكم شربتكم قريتكم وزوجتك وراكي بولادك وكلش. نعم. خرجتني عندها 6 سنين، طردتني، ولادها دمروني برا، وزادت راهي غير كينا ثاني راهي مريضه في الحاله. وحلت خاوتي باده وراهي في السبيطار ضربت الجزائر. حلت فيها قبل ما تروح للسبيطار. يا بنتي سمحي لي ربما غلطت. اسمع لا 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 لا, لا. اسمح معليش، هذه بنتك ان شاء الله في يوم من الايام تتفكرك وتجيك. وخرجتني ودارتني برا وقصت لي صابطي برا ودمرتني برا. خلوني نحكي لكم قلبي راه خارج. قصتني برا ودرتني برا وليت نبكي ولا يقول لي وليدي حرقت دار لك كبده اللي توصلك للرخص. هذو 2 مرات بعد 7 سنين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أمين. وراي غير كيما ثاني تعيط لي وبعد تعاود تعاديني، تعيط لي وتعاود تعاديني. تعاود تعاديك ان شاء الله. نطلبوا لها الهدايه. يا امين من فضلك قبل ما تقطعي ممكن تخلي رقم التليفون تاعك عند سهيله من فضلك. نخليه مع ذاتي. خلي رقم لاني نحتاجوا نتحدثوا معاك ونشوفوا هذا نعم ان شاء الله.
ان شاء الله تربحي كما نقولوا احنا بالعاميه تاعنا، ان شاء الله تربحي على هذا البرنامج. نطلبوا الهدايه لخوك ولبنتك. الام عمرها ما كحلت قلبها على اهلها، وان شاء الله باذن الله يكون الفرج يا ام امين. امين الشلف، ما تنسيش تخلي رقم تليفونك لسهيله من فضلك يا ام امين. والله يا دكتور راك تشوف يعني وش يصرى في داخل الأسر تاعنا. لا حول. إذا كان الأخ يعني ربما يجحد أو يتقلق، فما يمكن أن تفعله يعني البنت. الأم تاعها تروح ليها وهي ترفض حتى أنها تقبل أن أمها تكون معها في نفس والله هذا كارثة كبيرة حقيقة. نعم. يعني نعم. ونقول في الحقيقة نجاوبها مباشرة، ما نرجعوا للأخت حورية. معلش. نعم نجاوبها مباشرة لأنه رانا في جو يعني صحيح. ربما. نعم. يعني شيء مؤلم جدا هذه الدموع. نعم. التي تتدفق من عينيها دلالة على أنه قلبها مجروح. نعم ومعمر. قلبها مجروح. نعم. وهي مظلومة حقيقة. هذه الدموع في الحقيقة سهام لا تخطئ. يعني هذا التحذير في الحقيقة، سهام لا تخطئ. اللي يكون في هذه الحالة كما الأخت أم أمين مجروحة مظلومة وتقول لنا طلبت السماح وراهي أرملة 67 سنة في عمرها. 5 دقائق دكتور، ربما نركز مع هذه السيدة. نعم. والآخرين إن شاء الله نحاولوا نشوفوا في الحلقة إن شاء الله إذا كان ربي يبارك. إن شاء الله ربي يبارك في الوقت. إن شاء الله. ربما الجميع إن شاء الله. لأنه هذا شيء مؤلم جدا. أراك متأثر كثيرا جدا. سبحان الله. نعم. يعني تبكي هكذا على المباشر. نعم. بهذه الدموع. نعم. بهذه الحرقة. للأسف بهذه الشديد. الحرقة. نعم. يعني هل تحولت القلوب إلى أحجار، إلى صخور؟ نعم. يعني كم الحجرات سبحان الله تتأثر. نعم. نقولها بصريح العبارة، أين العائلة يا دكتور؟ نعم. وهذا الإهمال وكذا. وهي تطلب السماح وراهي تقول أنا سمحوا لي وتتلازم على حقوقها. وصلة الرحم. نعم. صلة الرحم لا يجوز قطع الأرحام. يا الناس اللي راهم يقطعوا أرحامهم وبعدين يروح ياكلوا ويشربوا ويرقدوا، كيفاش يجوهم رقاد يا عجبا. نعم. كيف يجوهم رقاد؟ يعني عقابهم سيأتي، ولكن لا نتمنى ذلك. نعم. لا نتمنى ذلك. نتمنى الصلح. هذا الظلم والصلح خير. نعم. والصلح خير. يا عجبا امرأة راهي تبكي وراهي تتألم وراهي تترجى وتطلب السماح ويزيدوا يظلموها ويزيدوا يكملوا عليها وكأنها تقول ومعتصمة. ومعتصمة. سبحان يا الله. شيخ يا شيخ من فضلك. نعم. إن شاء الله يعني نعم. الأخت أم أمين تواصلوا معك إن شاء الله بعد البرنامج مباشرة بإذن الله تعالى، ونقدم لك يد العون وندعو لك في ظهر الغيب. ربي إن شاء الله يرقق قلوبهم وربي يهديهم إلى سواء السبيل. نعم. قبل فوات الأوان. نعم. قبل فوات الأوان. نعم. وربي يحفظك وربي يمسح لك هذه الدموع وربي يطيب خاطرك وربي يحفظك وينصرك وربي يهديهم. نعم. عاجلا لا آجلا. نعم. نعم. إذن دقائق الأخيرة نخلوها الحورية من فرنسا اللي تقول عندها مشكل. نعم. مع الجيران ومع أخوتها في نفس الشيء، وتقول لك احنا في الغربة ومتنايفين. عجبتني هذه الجملة. يا عجبة. يا نعم. الأخت حورية ربي يحفظك. يا الناس اللي راهم في الغربة، بلاد الغربة، لازم تكونوا ثم خاوة. ما نقولكمش كونوا ملائكة لأن هذا لا يمكن. نعم. راكم جيران وتقول جيران يا عرب. يعني ماشي حشمة، ماشي عيب. يا عجبة قدام الناس يعني أجانب كل واحد من الجنسية نتاعو وكل واحد بدينه، وإحنا عرب ومسلمين. نعم. وعندنا الإسلام اللي يقول فيها ربي سبحانه إنما المؤمنون إخوة. هذا كلام ربي سبحانه. والأخوة الإسلامية فريضة. مادام ذكر الأخ اللي اقترح هذا العنوان من معسكر نديروه إن شاء الله في مستقبل الأيام. والجيران وصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول لكمش ما تختلفوش إذا اختلفتم على أمر من الأمور، ولكن ما تنسوش هذه الحدود. هذه حدود شرعية. حدود شرعية. إلى قسم يحمالهم، إلى قسم عوانهم، إلى قسم سماحهم. واش مني في هذا يديروه منايفين؟ واش مني في هذا؟ هذه تكلم هذا إلى آخره. هذا نعم. أمر لا يجوز. لا يجوز. أما مشكلتها مع العائلة نتاعها، نقول أيضا نحمل العائلة المسؤولية. نعم. نعم. تقع المشاكل مع اخواتاتك، مع خوتك، مع العائلة، شيء عادي. ولكن احنا ما نجعلوش من حبة قبة، ولا ما نديروش كما يقولوا حرب اترنال، حرب لا تنتهي دائما. نعم. وإحنا دائما نقولوا الشعار الحرب يحتاج إلى يد واحدة، أما السلم يحتاج إلى يدين. نعم. باش واحد يدير قرة
يدير الشوال يدير فتنة بيد واحدة يدير فتنة، ولكن باش يكون الصلح لازم اليدين تصالحوا تسامحوا، ربي إن شاء الله باش نستحق بعد ذلك السماح نتاع ربي سبحانه عز وجل. نعم، أطال الله في عمرك. إذن لنتحلى بالعفو والتسامح كي نكون أسعد الناس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.